السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل إيناس النجار للعناية المركزة حالتها تدهورت فجأة. تعرضت الفنانة التونسية إيناس النجار لأزمة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، حيث نقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة في حالة صعبة ومتدهورة بعد إصابتها بانفجار في المرارة. وأجرى عدد من الأطباء فحصا طبيا سريعا على الفنانة، وقرروا دخولها غرفة العناية المركزة. من جانبها كشفت صديقة مقربة لإيناس النجار في تصريحات خاصة أن حالة الفنانة تدهورت فجأة دون سابق إنذار، بالرغم من أنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي وتقضي أيام رمضان برفقة أختها سوار النجار وبعض صديقاتها بالقاهرة. وأضافت أنه بعد نقلها إلى المستشفى أكد الطبيب المعالج لها ضرورة نقلها إلى غرفة العناية المركزة، كاشفا أنها تعرضت لانفجار المرارة مما تسبب في تعرض حياتها للخطر، ولا بد من بقائها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لحين تحسنها. وأوضحت أنه بعد مرور عدة ساعات لم تتحسن حالة إيناس النجار، بل دخلت في غيبوبة، ويحاول الفريق الطبي المعالج إفاقتها وإعادتها لوعيها، لكن حتى الآن ما زال الأمر كما هو. وساند عدد من الفنانين إيناس النجار في محنتها المرضية، وطلبوا من الجمهور الدعاء لها، ومن بينهم الفنانة منى جلال والفنان محمد لطفي والمنتج طارق رمسيس. من هي إيناس النجار؟ يذكر أن الفنانة إيناس النجار قد شاركت في بطولة مسلسل الحلنجي الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، ويقوم ببطولته الفنان محمد رجب وأيتن عامر وعبيد صبري. إيناس النجار هي ممثلة تونسية، ولدت في 28 يونيو 83. بدأت حياتها الفنية في مصر بعد ظهورها للفنان بهاء سلطان، مما لفت انتباه المخرج محمد النجار الذي رشحها للمشاركة في أول أعمالها السينمائية ميدو مشاكل مع الفنان أحمد حلمي. كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية الشهيرة، من بينها فيلم بحبك وأنا كمان للفنان مصطفى قمر، وفيلم سبايسي. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.